الموضوع هذه المرة مع المجالس المنتخبة، حيث عقد المجلس الإقليمي لمدينة السمارة دورة استثنائية للتنديد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء. في المتابعة سالك رحال ومبارك الباس. التصريحات الأخيرة وغير المسبوقة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كانت النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي للسمارة. مداخلات بهذه المناسبة أجمعت على شديد الإدانة لتلك التصريحات الصادرة عن مسؤول أممي يفترض فيه الحياد وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع. نحن كممثلين للسكان نستنكر وندين تلك التصريحات المجانبة للصواب والتي مست مشاعرنا كمغاربة. كذلك أيضا المجلس الإقليمي سيتخذ مجموعة من التدابير إن شاء الله فيها الآن وفيها المستقبل إن شاء الله على مستوى الدبلوماسية الموازية، واللي إن شاء الله اللي نلقاه من خلالها من مجموعة من المجالس المنتخبة على صعيد الجهوي وعلى صعيد المملكة، باش نوضحوا أكثر يعني مسألة القضية الوطنية. الإجماع الوطني والمحلي على القضية الوطنية هذا لا شك فيه، والتوجه الحل الإشكاليات هو التوجه التنموي، وهو اللي بغينا على أنه نركز عليه: التنمية المحلية والتنمية البشرية والاعتناء بالعنصر البشري. هذه النقاط هما الحل. هذه الانتكاسات على الصعيد الدبلوماسية هذه لا بد منها، ولا هي تعد هذه التالية منها. إذن يعول على أكثر من ذا، ولكن لتلقي هذه الصدمات لا بد من نشتغلوا على الأرض. تصريحات الأخيرة للأمين العام، وطبعا الأمين العام لم يأتي خلال فترته الطويلة لهذه المنطقة إلا مرة واحدة، ولم يأتي بشيء. كان عليه أن على الأقل يفرح التركة، وكان عليه على أنه يسكن المواطنين اللي ساكنين في أقواطين، يبدل السكن، يجيب مدارس، يجيب مستشفيات، يعاون كذا إلى آخره. ولكن هو ما جاب شيء، ونظن على أنه ما رضى. إذن اختر على أنه يقرر فيهم هذه الكلمة بكلمة أنه المغرب محتل، ولكن هذه لا تفيد في شيء ولا تشبع ولا تغني ولا احنا عبرنا والنامس في الرباط، ولا نحتاج بقى نقولوا الشيء كافي. الرباط والعيون يامس، وآخر شيء قلناها بلسان صفيح، لأن احنا عندنا علاقات قديمة ما هي من اليوم ولا من السبعينات. أجدادنا وبادنا بايعوا الملوك، بايعوهم. وفي عهد الصبليون بالذات جاء عايطة الصحراويين بصفة عامة وقالوا لهم عنكم تعطونا العشر. تكلموا لهم بلسان واحد، قالوا مع أن احنا رعايا الملوك. المجلس الإقليمي للسمارة ومن خلال هذه الدورة الاستثنائية انفتح على كافة الفعاليات من المنتخبين وشيوخ قبائل صحراوية والمجتمع المدني للخروج بخلاصات شاجبة لتصريحات بان كي مون. تصريحاته أعتقد أنها تغطي على فشل الأمم المتحدة، وهو باعتباره الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة هذه المدة الطويلة. عموما نحن نتوقع كل شيء، ولكن علينا الاستعداد لمواجهة أي طارئ وأي حدث، وهذا عبر عنه الشعب المغربي من طنجة إلى القويرة من خلال التفافه حول هذا الموقف واستنكاره لهذه الانزلاقات. لأن الأمم المتحدة في البند السادس وسيط. الوسيط يجب أن يكون محايدا بين جميع الأطراف، ويسعى إلى تقريب وجهات النظر وردم الهوة وتقريب الحلول إلى آخره. هو جاء اليوم باش يلود الحل، ما هو باش يشعل الفتن، وما هو باش يتحيز لطرف دون طرف آخر. القراءة الأولية لهذه التصرفات تقول على أنه نحيز لطرف ثاني. إحنا اليوم كمنتخبون لا نرى في كلام أو في تصرفات السيد الأمين العام المتحدة أي يمس بقناعتنا في قضيتنا المصيرية. اليوم معركتنا الأساسية ليس مع الأمين العام المتحدة، معركتنا مع التنمية، مع الفقر، مع البطالة،
مع التشغيل. أهم رد وأحسن رد هو تنزيل النموذج التنموي. وكمجتمع مدني نعبر عن تضامننا بداية مع وزارة الخارجية في بيانها الأخير والحكومة، ونعبر عن إدانتنا الشديدين لهذه الانزلاقات الخطيرة، كما أننا نهيب بجميع القوى الحية وندعو في هذه المرحلة الحاسمة إلى تقوية الجبهة الداخلية، وكذلك نستقرب من هذه التصريحات الأممية اللي لا شك على أنها لا تساهم في حل المشكل، ونستقرب من موقف بان كيمون حيث يتم قض الطرف عن جوهر المشكل وهو المعاناة الحقيقية لأهالينا في مخيمات التندوف. ختام هذا الاجتماع ببيان ختامي شديد اللهجة وبرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس. بيان وبرقية يؤكدان تجند التام لمختلف الفعاليات المحلية بالإقليم من أجل الانخراط وراء التوجهات السامية لجلالة الملك بخصوص قضية الوحدة الترابية للبلاد.